وفي اسف على الازعاج لما المخرج اصر يحط لك الديالوج ده بين حسن وبين الدكتور بتاعه وهو خارج من المصحة. هو لو انا بطلت الادويه وما خدتهاش يعني ممكن يحصل ايه؟ ولا حاجة، التهيؤات هترجع لك من تاني، ويا عالم بقى مين اللي هيطلع لك المرة دي. عشان وانا بشوف مشهد النهاية افهم ان مرض الفصام مرض مزمن، لازم افضل ماشي على العلاج عشان افضل محاصره، وبالنهاية دي حسن ما سمعش كلام الدكتور. استنوا انتوا هتتصوروا من غير يا وحشين. 1 2 3. والنهاية العبثية اللي في فيلم نور عيني، سارة حبت نور وبعد كده سابوا بعض، وكده حبت الدكتور بعد كده سابوا بعض، كده حبت احمد كده سابوا بعض، كده رجعت لنور، وفي الاخر دي النهاية. حبيب مامي. ايوه بقى يغتي. ايوه كده بقى. فروحنا سألين صاحب الشأن، هي كده سارة هتكمل مع الدكتور ولا هتكمل مع نور؟ هو السؤال ده محيرني انا شخصيا.